الاهلي طول عمره عنده مشاكل مع الانديه. لا 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 يا فندم، ليه الاهلي عنده مشاكل مع المصري، مع الاسماعيلي، ليه؟ مع ما الاهلي هو اللي قال لك في الاسماعيلي مين اكتر واحد يبقى مين اكتر الاسماعيلي. لحظه بس، اصل في معلومات غلط. مين اكتر ناس بتمد الاسماعيلي باللعيبه؟ يا راجل ده انا كابتن علي ابو جريشه، انا بقول لك اهو مش من على الاسماعيلي. كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان قعدوا معايا في المكتب بتعليمات من كابتن خطيب ان انا اديهم كل اللعيبه من غير ما بل بساعد كمان على مرتباته في بعض من الاوقات. احنا جبنا النهارده عمر الساعي بكام؟ عمر الساعي يستاهل 50 مليون. يستاهل 50 مليون. انت بتساعد. خلي بالك بقى، انا في بعض الاوقات انا ما بيبقاش عندي، يعني انا كسيد ساعات ما بيبقاش عندي راي لده ولا بحب ده. بس ده اعتراف منك ان عمر الساعي لا يساوي 50 مليون، ورغم كده الاهلي اشتراه من الاسماعيلي. لا يساوي. وجه النظر الشخصي ممكن يبقى لعيب كويس، لكن لا يساوي الرقم ده. انا كسيد بقول لك ما بملش للموضوع ده خالص. ما بملش، انا بساعدك كنادي كنادي على اساس حاجات معينه، لكن ما تجيش على جزء من حقوقي او جزء من فلوسي. بس تمام. انا بس القصه ان هو الكابتن سيد اثرها ان بيراميدز لم يرسل خطاب تهنئه او برقيه تهنئه. هو ممكن بس بالدوري. ايوه، ما هو دي اعتراف، هو راح في قضيه. دي لو عمل كده دي ياخدها النادي الاهلي، او انا او احمد سليمان مثلا مكان النادي الاهلي ياخدها دليل بتاع ان هو الراجل مبارك. برحب. الزمالك بعت برقيه للاهلي بنادي القرن، وبعد كده قال برضه نادي القرن. تمام. برحب بالثمانيه. طب هو نادي الزمالك بعت برقيه للنادي الاهلي بيهنئوا بطوله الدوري؟ لا بس في الملعب عمل كده. يعني هم هنقول بكاس السوبر الافريقي 8 جيجا اهلا بيك.